باللوين. وثم فاصل إعلاني، بعده نطير إلى ديكرنس، أهلنا وحبايبنا وأخواتنا في ديكرنس الذين احتفلوا مع كاميرا كرة بلدنا، وكاميرا كرة بلدنا عامله لهم مع اتحاد السنبلاوين مفاجأة وما أروع. محمود خالد ومعه المعلق العربي الأشموني والمصور صلاح الزغبي رصدوا لنا أفراح كل أهالي ديكرنس، ومني كل التحية والتقدير لمجلس الإدارة وكل الناس والحاج أحمد بورما وكل الناس والمدير الفني، كل اللي اتصلوا بيا فرحانين في ديكرنس. ولأبو خالد محمود خالد مليون تحية وألف مبروك البقاء. هو جول خطير ومحمد شريف وهي جول وعملها ولعها شريف. فيكتور أليجا محمد شريف وفيكتور الله اكبر جول الله على الحلاوه. وادي الكوره فيكتور أليجا بيلعب على بشر كلام خارجه حلوه جول الله. الاول النهارده لاكل شربين، مبروك لنادي ديكرنس البقاء في الدوري. احنا تعبنا النهارده واجتهدنا في الجو الصعب ده، بقول الحمد لله على الثلاثه بونت، يعني غاليين قوي وبعتبرهم اغلى 3 بونت في حياتي، ودول بهديهم لجمهور نادي ديكرنس وبهديهم طبعا لابن سيف المولود الجديد. الحمد لله والله بحمد ربنا وبحمد الجهاز الفني على الاداء النهارده واللاعبين، والحمد لله على كل شيء. وده تعب سنه كامله معانا الكابتن احمد ومع غير اجهزه كتير، بس الحمد لله قدر بالكابتن احمد نقعد في الدرجه دي الحمد لله. وبشكر جمهور ديكرنس والاداره والجهاز الفني. النهارده كان ماتش صعب جدا علينا طبعا، ماتشات متتاليه في فتره قصيره. عندنا النهارده قائمه الفريق الاول النهارده بتضم 18 لاعب، فيهم 13 لاعب بس مسجلين في قائمه الفريق الاول. في ناس كتير النهارده غايبه عن المباراه، الاصابه والايقاف والكلام ده. احنا كلنا اولاد بلد واحده، وهم تعبوا النهارده وهم يستاهلوا، هم كانوا الاحسن فربنا اداها لهم، يعني هم اداها لهم في جون وفي الثاني وفي الثالث. وانت شايف طرد ملوش اي لازمه طبعا، هي كانت اقل حاجه كابتن انذار، بس يلا هو ده نصيب وربنا قدر ان هم يكسبوا، دي حاجه بتاعت ربنا. بس يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انا ببارك للناس كلها، ببارك لاهل ديكرنس وببارك لاعضاء النادي وببارك لمجلس الاداره وللجهاز وللاعبين. الفرحه حلوه، واحنا اشتغلنا الفتره اللي فاتت دي تحت ضغط البونت. النهارده الماتش صعب جدا، لعبناه بمنتهى الشرف ومنتهى الامانه. انا مبسوط قوي الحمد لله ان احنا بنقعد وبنرتاح قبل الماتش قبل الدوري ما يخلص باسبوعين. وانا بهدي الفوز ده لكل اهل ديكرنس ولكل اعضاء النادي المهتمين بالنادي، وبنقول ان شاء الله ان احنا نسعى السنه الجايه ان شاء الله نعمل فرقه كويسه وننافس على مركز كويس. المباراه مبروك لديكرنس فوزها 3-0 وتاكد وجودها في المجموعه الخامسه. هارد لك لشربين اللي عمل النهارده كتير ان هو يحسن النتيجه، لكن طرد اللاعب اثر عليه طبعا. وطبعا المباراه النهارده زي ما انا قلت في التعليق كانت ما بين التلميذ واستاذه، والنهارده نجح التلميذ ان هو يتفوق على استاذه. أكد فريق ديكرنس بقاءه بدور الدرجة، وفاز على مضيفه فريق شربين ب3 أهداف لا شيء. وأسرة برنامج كرة بلدنا تقدم التهنئة لإدارة ديكرنس وجماهير ولاعبي الفريق.